اللي غتسمعوه اليوم واقيلا غتعجبو. يمكن كاين اللي ما عمرو سمعو، كاين اللي عرف شويه. مهم انا زوجت راجلي بيدي وجبت له السيده اللي كانت خدامه معاه وكيعاود لي عليها. وتابعوني وتعرفوني علاش زوجت راجلي. السلام عليكم المتابعين، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ مزيانين؟ نتمنى تكونوا بخير على خير في اتم الصحه والعافيه. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي المتواضعه مطاسيه تي في. اللي كيشوفها اول مره يشترك وخليو لينا الاراء الاهل القصص. كتهمنا بزاف الاراء ديالكم، تعاليق ليجين ديالكم، بارطاج ديالكم مع العائله الاحباب والاصدقاء. وهاد القصص راه للعبره، للعبره كناخذ منهم الفائده بزاف. وانا اللي تنهضر معكم راه كنستافد منهم بزاف بزاف بزاف، والحمد لله. غنمشيو لصاحبه القصه. انا سميتي رشيده، عشت في عائله فيها 5 دراري، وانا اللي بنت بيناتهم. دوك الدراري اللي رجعوا من بعد رجال. انا ما كنتش محطه الاهتمام ديال الوالدين ديالي بزاف، حيت غير بنت. عشت في واحد المجتمع ان كيفضلوا شويه الراجل الذكر، عقليه ذكوريه بهذا المعنى. البنت عندهم زي النقص، ورغم انني بوحده في وسط 5 د الرجال، ولكن ديما انت غير بنت ما كاينش داك الاهتمام. خوتي لا كيهتموا فيهم بزاف، قراوهم مزيانين. انا حتى القرايه ما خلاونيش نكمل القرايه ديالي. ديما الكوزينه، انت بنت شنو خاصك انت تعلمي الكوزينه، انت غتزوجي. هذه هي الفكره علاش كيكبرونا. البنت ما عندهاش اهميه، ما عندهاش الراي، ما عندهاش الكلمه. خصها ديما تكون مطيعه لخوتها. الطمه الكبرى ان ماشي تكون مطيعه للوالدين ديالها، تكون مطيعه حتى لخوتها. غنخرجوا شويه على الموضوع لان هذا الموضوع شويه كيستفزني. لان ربي ولادك بحال البنت بحال الولد، بحال البنت بحال الولد. ما كتعرفش وغتعرفوا في هذه القصه. نتمنى تبارطاجيوها وخذوها للعبره. غتعرفوا في هذه القصه شنو داروا 5 الرجال مع بنت وحده، الوالدين ديالهم. تابعوني. المهم هي هذيك كانت تسمح على الانفعال لا ارادي، كانت تسمح بزاف. المهم تربينا كما قلت لكم التربيه انت غير بنت. هنا راه كتهرس الشخصيه ديال البنت كما كانت. المهم كبرت في ذاك الوسط، كوزينه كنتعلم مع امي صافي. خوتي توظفوا الحمد لله. انا خرجت من القرايه جلست في الدار، خوتي توظفوا وظائف مزيانين، خدموا. الصغير كاع مشى للخارج. ايوا 4 بقاو في المغرب، كل واحد شاد المنصب ديالو. الوالد ديالي براسو كان خدام مزيان، يعني ما كان موظف الحمد لله. كانت الامور مزيانه. صافي كبرت، درت ديك 20 عام. الوالد ديالي كان عنده واحد صديق ديالو موظف معاه، زوجني لولدو. اتفقوا هو والوالد، زوجونا زواج تقليدي. مشت الراجل حتى نهار جاي يخطبني. المهم شوفنا تزوجنا. فاش مشيت لدار راجلي حسيت به ما كاينش داك الانسجام والحب واللي غيكون بين المراه والراجل. حسيت بحال لي راجلي حتى هو خداني غير بزاف دار الخاطر لباه. المهم داك الاحساس كانت العلاقه بيناتنا بارده بزاف. يعني كوني ولا ما تكونيش، تصايبي ولا ما تصايبيش، المهم هكا. راجلي يغضب عليا بالعشريه، ما يهدرني. المهم بحال اللي ما كايناش في الدار. كيأدي الواجبات ديالو على جميع النواحي، ولكن داك الاهتمام، داك الحنان اللي كتقلب عليه المراه اللي ما لقيتش انا في دار والديه ونتزوج عاود ما نلقاش داك الحنان، قاصحه شويه. المهم ما عندي ما ندير، ما عند الميت ما يقول قدام غسالو. بقيت غدا معاه بديك الطريقه. الواجبات ديالو كيقوم بهم، مصاريف كيجيبهم، كاين امو كاين خوه معنا في الدار مريض. مقابله عكوستي. ولفت على داك البرود، لان اصلا انا
هادو بلا ما نقولك انا ما كانش عندي الحنان مع والديا باش نقلب عليه. دابا كانت عكوزتي كانت حنينه فيا، الله يكثر خيرها ويخلف عليها. المهم داز العام الاول ما ولدتش، العام الثاني راجلي شاد الطريق بصراحه. راه ماشي شي واحد اللي كيخرج يمشي هنا يمشي لهيه، لا الخدمه ديالو، ولكن حتى هو كنحس انا ديما ان انا تفرضت عليه كما هو تفرض عليا، حتى انا تفرضت عليه. ما بغاش يخسر الخاطر الوالدين ديالو. هي هذيك. هو كانت معه واحد الموظفه كان ديما كيعاود لي عليها، كيقول لي مسكينه كتبقى فيا خوتها حاقرينها. وديما تا انا فاش كيعاود لي ان خوتها واعرين ان كيحقروها، وانا وكنت فكرت انا عشت مع خوتي، عشت مع الوالد، ما كاينش داك الحب، ما كاينش. وكان مره هكا في نهار الجمعه كنقول له كل حد جي تعرفت عليها انسان الله يعمرها دار في اللاج ديالي ماشي صغيره، كتجي مسكينه هكا كتاكل معنا الكسكسو في نهار الجمعه ولا كانت شي حاجه. المهم هي مره كتشري لي شي كادو هكا كتصيفطوا ليا مع الراجل، كتقول له هذيك راه اختي. المهم سيده مدينه متخلقه متحجبه اللهم لك الحمد. صافي ديما راجلي كيهضر لي عليها والصديقه ديالو المقربه، وانا ما عمري حسيت من شي حاجه من جهتها، لان جات للدار وعاودات وشفتها وعاود يعني كنشوفها بحال شي اختي، دايره فيها الثقه التامه. هي هذيك مشات ايام وجات ايام. خوتي اللي خرج من الدار خرج، اللي تزوج، بقاو الوالدين بوحدهم في الدار. يوم مره كنطلع عليهم، مره كيطلعوا عليا مع خوتي هكا. مشات ايام وجات ايام، توفى الوالد ديالي. انا ربي ما عطانيش الذريه، راه وصلت من سنين في زواجي، الوليدات ما كاينينش. هي هذيك توفى الوالد ديالي، دوزنا الجنازه مشينا، جاو خوتي حضرنا. المهم بداو خوتي وعيالاتهم كيخرجوا واحد مور واحد، واحد ما قال الوالده يلاه معايا. المهم هي هذيك فاش شفت خوتي مشاو كاملين، خويا اللي ضيا لبرا رجع، الوالده بقات بوحدها. والدار عندنا كبيره، الدار ديال شحال هادي كانوا كبار العائله، وهادي كنشوف ميمتي غتبقى بوحدها اش غندير. قالت لي عكوزتي الله يكثر خيرها ويخلف عليها بنتي، دابا كيفاش غتخليهم لكم بوحدكم بوحدها؟ يلا هدي قولي لها تمشي معانا، راه انت راه كتشوفي انت والراجل الوليدات ما كاينينش، داك ولدي المريض راه هو حدايا، ها انت ديري معاك امك حداك وتونسنا. هي هذه قلت لها امي راه دابا انا ما نقدرش نجي كل نهار، لان كاين شويه المسافه بيناتنا، خصني نشد طاكسي، خصني ديما شويه ماشي قريبه ماشي بعيده. قلت لها مهمتي يلا هي اشنو قالت عكوزتي وشاورت راجلي قال لي مرحبا بها والف مرحبا، يلا هي تمشي معانا ومره نجيو للدار. قالت لك لا نون وكحل العيون، لا ما نمشي لدار حد، ما نجلس مع حد، نجلس في داري بوحدي، ما عنديش الاختيار، ما عنديش الاختيار. هزيت راسي مشيت لداري مع راجلي وعكوزتي وداك لوسيتا هو كان راعي فيه الله. ايوا هي هذيك مشات ايام وجات ايام، مرضات الوالده ديالي. خوتي ما بقاوش كيطلعوا عليها، مره مشات هي عندهم، لقات العين مهبطين بها العين، وخصوصا واحد عروستنا الوالده ديالي عندها السكر. في الصباح جاها الجوع، قالت لها بنتي، قالت لها خالتي الكوزينه ما سديناهاش عليك. الوالده ديالي ما عجبهاش الحال، هزات راسها ورجعت لدارها. هي هذيك واحد المره وهي تطيح مرضى خايبه، يمكن مع الفقساء سامعه ما كيطلع عليها حاد. مشيت مع الوصله للباب كنلقى الباب شحال ما الباب اللي كيكون شحال ما تحل باين، والدار فاش حليت بانت لي مسخه. كنقول يا ربي تحفظ. نشوف الوالده ديالي طايحه في الركنه مسكينه. مشيت قعدتها امي شنو مالك، لقيتها مريضه. المهم عيطت على راجلي الله يكثر خير ودينا هاد الطبيب، دوزنا لها سيقت لها الدار، جمعت قديت الامور. انا راه دوزت عامين على 8 سنين، راه 10 سنين وصلنا، ربي ما عطاناش الذريه. المهم هي هذيك بقات فيا مهمتي
بزاف بزاف، ما لقيت ليها جهد تمشي معايا، ما باغاش تجلس. قلت اش غندير انا ما عنديش الوليدات، وهذا الراجل حتى هو ما نحرموش من الوليدات، خصني نزوج راجلي ونمشي انا نقابل امي. المهم الفكره كبرات في راسي، ما غتبان لي غير في السيده اللي معاه في الخدمه. جيت عند راجلي قلت له شوف نقول لك واحد الهضره، حنا دابا راه 10 سنين مزوجين، ربي ما عطاناش الوليدات الحمد لله عليها، ولكن دابا خصني نزوجك. راجلي ما فهم والو، بحال اللي صرفقتو. قال كيفاش غتزوجيني؟ ولو انه كان العلاقه ديالو بارده معايا، ولكن عطى وعد الوالد ديالو انه ما عمرو نتفارقوا. قال لي لا، انا راه وعدت الوالد ما عمر نتفارق معاك. قلت له شكون قال لك حنا غنتفارقوا؟ انت غير غتزوج وانا نمشي نقابل امي، لان امي ما بغاتش تجلس معانا هنا، راه عزات عليا امي وتا انت عزيتي عليا، راه خصك دير وليداتك. قال لي ولا صدقت انا اللي زعما ما عطانيش ربي الذريه، ولا ما ولدتش؟ قلت له لا ما ولدتيش هي معانا، ولكن بشرط انا اللي غنزوجك. عارفه السيده اللي غناخذ ليك، كما قلت لكم السيده في اللاج ديالي ماشي صغيره. قال لي شكون؟ قلت له فلانه. ضحك عليا قال لي اش كتقولي؟ السيده راه بحال اختي، راه ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقولي، راه غير كتخربقي. قلت له ولا عليك، انا نتكلف بكل شيء، انا مزوقه الا ما تزوج وخليني نمشي نقابل مامتي. راه بغيت عاود نطمئن عليك انت، نخلي معك الوناسه واللي قابل حتى عكوزتي، وانا راه غنطل ماشي غنمشي كاع، وانت مره جي عندي، حنا غنبقاو الرجل والمراه، راه بحال البارح بحال اليوم. ايوا المهم قال لي ديري اللي عجبك. ايوا عيطت لديك السيده، خرجنا، اقترحت عليها الفكره، ما تقبلتهاش في الاول، قالت لك لا انت راه اختي، هذاك راه خويا وهذه. ايوا المهم بقيت عليها من هنا ومن هنا، قلت لها راه انا ما لقيت كي ندير الوالده ديالي شكون يقابلها. ايوا راجلي راه واحد النهار غيعيا، الا بقيت كنمشي بزاف عند الوالده غيتزوج الوليدات، راه كيشتي ما والداش. اللهم فيك انتي اللي كان راكي عزيزه وغاليه عليا، وحده متقيه الله، وكانت مشات للعمره، وكانت يعني سيده من العباد الصالحين. المهم حاولت معها تقنعتها، قالت لي اوكي مرحبا. المهم درنا اللازم معها، دارت العرس ديالها على قد الحال، حتى هي الصراحه ما شرطات ما كثرات، ما بغاتش داكشي د الهيلاله، داكشي قولوا حسي ميسي. المهم مشيت انا في الطوموبيل مع راجلي وجبتها عروسه. اكيد بقى فيا الحال بيني وبينكم، واش شي وحده تزوج راجلها بيديها؟ ولكن راه ما لقيت الجهد لميمتي، ما لقيتش الحل، وكنقول يا ربي انت اللي غتكون معايا. هي هذيك دخلناها، قلت له راجلي وقبل ما تجلس وصلني لدار ميمتي، قال لي لا دوزي معنا هاد الليله وما يمكنش وهادي. قلت له لا. المهم مشيت انا عند الوالده ديالي، ما قلت لهاش شنو درت حتى فات الفوت. جلست مع ميمتي مقابلاها مهليه فيها، عانيت كانت مريضه، ومع الوقت الوالده ديالي وقفات ولات كتمشى الحمد لله، غادي معها بالدوايات ديالها وحاضياها موكلها مشرباها. راجلي كيجي عندي كيصرف عليا. الوالده ديالي ما قلت لكمش راه كانت بالماندا ديالها بخيرها وخميرها، لان الوالد خلي لها الماندا كان موظف، يعني ما كان خصها خير من الناحيه الماديه، ما كان خصنا حتى حاجه. هي هذيك بقات السيده مع راجلي، حتى هي طولوا في العلاقه، ما جابش ربي الوليدات. كيجي عندي عند امي، راجلي كيجي فوقاش ما قاتلو، وانا عاود كنهز امي كنت تما غادا عندهم، والضره ديالي كتجي عندي بحال اللي جايه عندي شي صديقه كيما كنا في الاول. المهم العلاقه ديالنا مزيانه، فاش تجي مسكينه تمشي تبات مع امي تقول لي هذا راه راجلك حتى نتيا. المهم هكا بقات الامور مزيانه غاديه شي 8 سنين، العلاقه ديالنا مزيانه، والسيده حتى هي ما ولدتش. واحد النهار امي ما عليها ما بها،
لقيتها كدعي معايا. خوتي مرة إلا جاو من العيد للعيد يدخلوا ويخرجوا مرتاحين مطمئنين. أنني زوجت راجلي وجيت نقابل أمي، ما كل واحد مقابل ولادو، كل واحد مع مرتو، مقرين ولادهم كيتجاراو دايهم الفتنة، وأنا كرست وقتي لأمي. هي هذيك بقات أمي مسكينة داك النهار كتوصي فيا: يا بنتي زعما هادشي اللي درتي معايا، واخا حنا كنا كنفضلوا الرجال كنقولوا زعما الراجل عمارة الدار وهادي، ولكن راه يا بنتي انت اللي طلعتي بنت الحلال، وانت اللي وقفتي، وانت ما كملتلكش القرايه ديالك، وانت ظلمتك. وقلت لها: سمحت لك امي الدنيا والاخره. هي قالت لي: انت كتشوفي، وبقات كدعي معايا مسكينه: رضيت عليك، ما عمري خصك خير يا بنتي. المهم ما طلع النهار تميمتي فارقت الحياه. جاتني قاسحه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. عيط لخوتي، جاو خوتي، جا خويا اللي من الخارج، درنا الليله الجنازه، جا الدرة ديالي، جا راجلي، جات عكوستي، جاو العائله، دوزنا داك الشيء. تلاقينا التعازي ديال الناس وهادي، درنا 40. جمعت الدار وسيقت. قال لي راجلي: وعرفتي اش غديري؟ راه دارك دابا، غضربي الساروت وغترجعي معنا للدار. داكشي اللي كان، يعني ما غنقدرش نعترض لانه راجلي. سديت الدار ورجعت الراجلي. خوتي كل واحد مسك عليه الله، واحد ما سول في ديك الدار ولا شي حاجه. طرقتها ومشيت انا براسي، ما سولتش فيها. مشيت لداري بحال معجزه. من بعد 4 شهور كتجيني الدوخه، كنطيح، كيديوني للسبيطار، كيقول لهم الطبيب حامله. انا خوتي راه وصلت ل40، راه تزوجت على 20 وراه 20 عام دابا ديال الزواج. كيفاش ما كيفاش سيدي حامله في 3 شهور. واش غنقول لكم، راجلي جلس وسجد، وانا كذلك. واحد الفرحه ربي اللي عالم بها، ما قداتني فرحه. والضره ديالي الفرحه ديالها يمكن كانت مضوبله، كطير للسما وتنزل للارض، وكتقول لي: انت غير جلسي، وانت غير انا نخدمك، وانا ما خلات ما دارت ليا. الفرحه ديالها كنشوف اكثر من الفرحه ديالي انا وراجلي. ربي رزقني بتويميين وليدات، يعني ما حسيت بدوك الحموليه، ما حسيت بتماره. يعني الضره ديالي هي اللي واقفه. ديك الولاده يعني ما غتصوروش كيفاش وقفت معايا، كيفاش نفستني، كيفاش كبرت بالناس، كيفاش مقابله دوك الوليدات، كيفاش راه شهرين وما كتخلينيش نوقف، وهي الليل وما طال، ما تنعس الليل ولا النهار، وتراري بدوك الوليدات. يعني اش غنقول لكم، راه العرس عندنا في الدار وصافي. هي هذيك. ونسيت واحد الهضره ما قلتها لكمش. نهار رجعني راجلي قال لي: ما عمر نفرط فيك، واخا ان في الاول الوالد ديالي فرضك عليا، ولكن هاد التضحيه اللي درتي على امك كبرتي في عينيا بزاف. راه انتي غتكوني في الدار ري والشوار. وهذا الشيء اللي كان اخوتي، لا منه لا من الضره ديالي لا من عكوستي، هزيني فوق ريوسهم. ايوا سبعنا داك الولاد كما بغات الخاطر، فرحنا بيهم الفرحه ما نقول لكمش. من بعد عام كنشوف الضره ديالي كتنوض وكطيح. انا مع دوزت الحموليه عرفتها حامله. قلت لها: اجي شنو كاين؟ قالت لي: والله ما عرفت اختي، انت كتشوفي. هزيتها ومشينا للطبيب، لقينا الضره ديالي حتى هي حامله. هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. ولدت بنيه ما شاء الله. اليوم راه كبرنا وشرفنا. انا اللي كنعاود لكم القصه، راه كبرت. مي فاش كتفكري هاد الحوايج راه زوينين. ولدنا 7، انا ولدت 3، هي ولدت 4. انا زدت غير بنيه مع دوك 2 وليدات. المهم عندنا 7 د الوليدات، ولكن ربيناهم تربيه صالحه جدا. ربيناهم ما عارفين امهم الحقيقيه من مرت باهم.
يعني كيعتبرونا امواتهم بزوج. حنا ما كنفرقوش بيناتهم، ولادنا بسبعة. هي كتقول ولادي بسبعة، انا تنقول ولادي بسبعة. سافرنا مجموعين راه تنديوهم، سافرت هي بوحدها دي يعني بحال ولدي بحال ولدها. ربيناهم واحد التربيه، ربي اللي علم بها. الراجل ديالنا حتى هو كبار، عكوزتنا ماتت، بقينا انا وديك السيده. ما يمكنش تيقوا هاد القصه الا ما عشتوها. والتربيه اللي ربينا اولادنا هما ولادنا كاملين تربيه صالحه جدا. كلشي كيقرا، كلشي كاين اللي توظف وكاين اللي مازال. ولكن حنا فاش كنرجع عند خوتي كنتذكر شنو خويا الكبير ولا كيعيط ليا يشكي عليا ويبكي عليا من الحقره ديال ولادو اللي ما بقاوش مسوقين ليه، وهو بلسانه كيعترف. كيقول لي اختي راه انا ما تهليتش، هذه هي النتيجه، ما تهليتش في الوالدين ديالي وها النتيجه قدام عينيك. وهذه هي القصه ديالي اليوم، عايشه فرحانه. وإلا بغى ربي يعطيك حتى يغنيك، إلا بغى ربي يحيد ليك راه العبد ما عنده ما يعطيك. قال لك العاطي مولانا. استودعكم الله. هنا كنوصلوا لنهايه الحلقه. متابعين اللي وصل لهنا نتمنى يشترك في القناه ديال المطلسيه تي في. بارطاجيو هاد القصص للعبار، نتمنى تاخذوا منهم العبار بزاف بزاف. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.